التجار فاهمين شهر شعبان غلط. يا جماعة، شهر شعبان بترفع فيه الأعمال مش الأسعار. عايزة أقول لكم، نزلت السوبر ماركت جالي اكتئاب. قلت والله اللي أعملها في البيت. يعني الموضوع مش صعب وهعملها في البيت وهعبيها في برطمانات أما نشوف آخرتها. زي ما انتوا شايفين، هاتوا كريم شانتيه سايب أو معلب، مش فارقة. المهم الكميات اللي احنا هنحطها. انا هنا طبعا جيت اعاير نص كوبايه، لقيتها كيس اقل من نص كوبايه. الكيس ده كان عندي في البيت، ما اشتريتوش برضو، فانا ما اعرفش الاسعار عامله ايه. حطيت تلت كوبايه، عليها تلت كوبايه من السكر البودره. وزي ما انتم شايفين كان في تكتلات، فقعدت انخله بمنخل ضيق على قد ما تقدري. استخدمي منخل ضيق، وطبعا ما ترميش الباقي ده بايديكي كده، ونزليه. عليه تلت كوبايه من الحليب البودره. طبعا انتوا مالكوش دعوه بكلمه تلت كوبايه دي، انا بتكلم على المعايير اللي قدامي، لكن انت تقدري تستخدمي مثلا كوبايه وكوبايه وكوبايه، افرض حد ما عندوش الكوبايات المعياريه دي. المهم جيت احط الفانيليا بتاعتي. استخدمت كيسين من الفانيليا البودره، ما تستخدميش فانيليا سائله لان هي هتغمق لون العصير بتاعك، واحنا عايزينه ابيض زي الحليب. هتقلبي الكلام ده كله مع بعضه. وعلى فكره معلومه ليكو، السكر حسب الرغبه. يعني انت عايزه سكر اكتر ضيفي زي ما انت عايزه. يعني انا مثلا ضاعفت السكر، انا قايله لكم تلت، لكن انا حطيت تلتين كوب سكر بودره. بس عشان في ناس مش بتحب الحاجه مسكره قوي، فانت حطي زي ما انت عايزه. خلصت وخلطتهم وحطيتهم في البرطمان. تعالوا بقى اجرب. انا عملت كميه صغيره اول عشان اجرب واشوف النتيجه. جبت كوبايه من الحليب، عليها معلقه، عارفين معلقه الشاي، بس مليانه هرميه زي ما انتم ما شايفين كده. فانا حطيت معلقه ونص عشان انا بحبها غنيه كده في الطعم. ده بقى اسمه ايه؟ اسمه روح جوز هند، بتتجاب من عند العطارين او بتوع الحلويات. نقطة، شايفين انا خدت نقطة في الغطا. يعني لدرجة ان انا وانا بحط النقطة ما شفتش النقطة. يعني انتوا شايفين انتي نزلتي ولا لسه؟ مش عارفة. طب تعالي نشم يا جماعة نشوف. ايوه نزلت، يلا مش مشكلة. قلت نحط نقطة تاني احتياطي، بس على كوباية الحليب هي نقطة واحدة. طب ما عندناش، هتجيبي يا ست الكل جوز هند وتنقعيه في شويه الحليب دول. خلاص، كوبايه الحليب بتاعتك هتنقعي فيها جوز الهند، وتسيبيه مثلا ساعتين ثلاثه. وبعد كده تصفيه كده، خلاص هيبقى خد مني روح جوز الهند. وانزل بقى عليه المعلقه بتاعتي. الجيش بيقول لك اتصرف، مفيش حاجه مش هنعملها في البيت. بالخلاط او الهاند بلندر هتضربي زي ما انت شايفه كده. بعد كده طولي شويه في الضرب علشان الكريم شانتيه يديني القوام الغني اللي انا عايزاه. شايفين؟ يبقى تقيل كده. الناس بقى اللي بتحط دقيق رز ودقيق نشا، يا جماعة الموضوع ده ما ينفعش، لان الحاجات دي مش هتقل القوام غير لما تسخن. فاحنا عايزين القوام يتقل على الساقع. ايه رأيكم بقى في الوش ده؟ عايزة اقول لكم الطعم رهيب وغني جدا، واحلى من بتاعة المحلات يا جماعة. والله احلى من بتاعة المحلات. جربوها وهتعجبكم، وهتوفروا، وهتبقوا احلى ستات شاطرة.